مهم. مهم. طيب انا عايز بقى اتكلم مع محمد يا ست الكل بعد اذنك. انت قلت لي محمد هو اللي قام بالدور بعد والدها، هو اللي كان بيتنقل بيها، وهو اللي كان بيحافظ على مجهودها ده وتعبها ده، صح كده؟ اه استاذنك ممكن تدوني لو جنبك؟ ماشي. خد يا محمد. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخو البطلة بطل، يعني الحاجة والست الوالدة قالت إن أنت بذلت مجهود كبير واستكملت المسيرة اللي الوالد قام بيها، وتعبك ده النهارده الحمد لله ربنا كلله بالنجاح، وتعب والدتك ومن قبلكم كمان تعب الوالد. ربنا يخليك، ألف شكر. اوصف لي بقى مشاعرك ولحظة الفوز ولحظة النصر، وأنت بتشوف أختك بقى اللي تعبت جدا معاها وهي أول ميدالية لمصر، وفرحة ما بعدها فرحة. يعني إحنا كنا في وقت كآبة يعني الحالة ما ينبغي ربنا، عندنا حالة من حالات الإحباط، مفيش ولا ميدالية جت. والله احنا الحمد لله ألف 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 شكر ربنا، ألف شكر الحمد لله 100 مرة ومليون مرة. ويعني الفرحة بتاعتي شفتها في عيون الناس كانت مبسوطة جدا وفرحانة جدا جدا جدا، وكانت الفرحة مش سايعة الكل، فما بال حضرتك بفرحتي أنا يعني. فاحنا بنشكر ربنا والحمد لله على كل حال. أهل البلد عاملين إيه معاكم؟ طبعا الناس هنا يعني ما تتخيلش، كانت بعد آخر محاولة سارة شالتها وعرفوا ان هي عملت مركز، البلد اتقلبت هنا بطريقه ما تتخيلهاش. تستحق هي كل خير الحقيقه يعني. الناس كانت فرحانه بيها وفرحانه لها، ومصر كلها فرحانه، والف الف مبروك لمصر كلها. لما اتكلمت معاها قلت لها ايه؟ فكرتها بايه؟ ولا ايه اللي كان بيدور بينكم؟ هل كنت حاسس ان هي ربنا هيكرمها وتحقق ميداليه ولا لا؟ انا اخر مكالمه قبل ما تلعب كلمتها، قالت لي انا بغير اهو رايح اوزن، وكلمتها وقلت لها انت البطوله دي يعني مش بتاعتك، بس اعملي اللي عليكي وركزي وربنا يكرمك، واهم حاجه تشيلي محاولاتك وربنا يوفقك، وربنا كرمها الحمد لله وشالت ال6 محاولات وكرمها وجابت الميداليه. انت كنت بتشيل من عليها الضغط يعني، اللي هو يعني العابي زي ما انت ما متعوده، صح كده؟ انا الحمد لله، هي عشان ساره بتتوتر وكده فقلت لها ركزي واهدي خالص في الماتش، وانت الماتش ده مش بتاعك، فانت اعملي اللي عليك والباقي بتاع ربنا. ويعني هات اللي عندك وزياده، رص على نفسك شويه معلش، وشد حيلك، البطوله دي الكل بيتمناها، وانت ربنا يكرمك وتفرحينا، وركزي وتشيلي محاولاتك كلها، وركزي في كل محاوله اكنها اول محاوله، والحمد لله يعني ربنا كرمها. وبعد ما خلصت برضو كلمتها وباركت لها كتير قوي، والحمد لله. طيب انا عايز بس اسالك سؤال، موضوع الدراسه ده بقى، الست الوالده بتقول لي انه في مشكله في موضوع الدراسه، وان هي ما قدرتش تمتحن الثانويه العامه عشان خاطر تسافر وتبقى موجوده، وكمان كانوا رفضوا ان هم يعملوا لها الامتحانات في البرازيل. لو عندك تفاصيل اكتر في الموضوع ده قوله، واعتقد انه ان شاء الله باذن الله كل حاجه محلوله. طبعا عندي ترى ثالثه ثانوي السنه دي، ويعني الحمد لله كل سنه ما بتاجلش سنوات ولا بتسقط ولا حاجه، الحمد لله. الحمد لله. فهي السنه دي طبعا والاولمبيات وكده، فكانت حاجه كبيره عليها. كان لازم معسكرات وكده، فبقى لها بتاع 4 شهور اهو في معسكرات. وطبعا ما بتجيش المدرسه، ومش ما عرفتش تيجي الامتحانات عشان المعسكر، مش هينفع تسيب المعسكر وتيجي تمتحن، لان رفع اثقال دي لعبه رقميه غير اي لعبه ثانيه. يعني لو بطلت يوم واحد في التمرين بيأثر عليها. تمام. فالضغط بتاع التمرين وكده، كان بتمرن حوالي 3 تمرينات في اليوم، فكانت حاجه شديده ان هي ما ينفعش ان هي تسيب التمرين وتيجي تمتحن وكده، وضغط امتحانات وتمرين يعني ما ينفعش، ما حدش يستحمله. احنا قلنا بقى نأجل الامتحانات وكده، لكن ما فيش استجابه خالص. ترى راسك كده، الله يبارك فيك يا الله. فدلوقتي دلوقتي جاي لها جواب النهارده ان ترى راسب في كل المواد وصفر وفصل وكلام ده النهارده يعني. ده النهارده ايه؟ ده النهارده جالها الجواب النهارده ان هي راسب في كل حاجه. الجواب ده جالها النهارده المغرب قبل ما تلعب. شوف المفارقه الغريبه، يعني هي تحقق ميداليه لمصر وترفع راسنا لفوق وتبقى من اكبر الناجحين في الرياضه، ويجي لها في نفس اليوم جواب ان هي راسب في كل حاجه. يعني غريبه دي. مكافاه ساره السنه دي ان هي سقطت في ثالثه ثانوي ومش هتمتحن ثالثه ثانوي. لا ما تقلقش، اعتقد انه دي حاجه ليها حل بكل تاكيد، طالما هي بطله وطالما يعني انا هبقى اتكلم في الجزئيه دي، بس انا مش عايز اروح للحاجات اللي تكئب، لكن احنا مهتمين بالجزء ده لانه هيحققها طبعا. يعني احنا بنقول اقل واجب يعني ان هم يعملوا لها لجنه خاصه ثانيه وتمتحن وربنا يكرمها يعني، وعشان
يعني حاجه صغيره من اللي هي بتعمله. صحيح، عندك حق. انا مش مختلف معاك خالص في اللي انت بتقوله. انا اخر سؤال بقى عايز اساله لك، عشان انا هعلق على الموضوع اللي انت قلته ده تحديدا. في لحظات كده ما يحسش بيها غير الاهل، يعني بقى تقول لي بقى لو خبراء ولا محللين ولا مش في لحظات كده الاهل بس هم اللي بيحسوا بيها. امتى حسيت وانت بتتفرج على ساره ان هي لا كده داخله في اطار انها هتجيب ميداليه لمصر؟ انا قسما بالله انا وامها واخواتها، يعني احنا وساره بتلعب، احنا بنكون شايلين هم الموضوع بطريقه حضرتك ما تتخيلهاش، يمكن اكتر من هي شخصيا. طبعا. فاحنا كنا شايلين الموضوع ده على كتافنا، وبص يعني بنتفرج والدمعه في عينينا كده، وكل محاوله على قلبنا وبضغط شديد ما تتخيلش ازاي. والحمد لله يعني ربنا عوض كل ده بفرحه اللي شفناها في عيون الناس واللي الناس عملته. طيب انت كنت معاها بقى مشاوير من الاسماعيليه لحد القاهره واكتر من كده، مظبوط صح كده؟ لكل مجتهد النصيب يا باشا. طيب ده شيء عظيم، ربنا يا رب يكرمكم دايما، وانتوا اسره راضيه. يعني انا من الكلام معاكم كده انتوا اسره راضيه، وربنا يكرمكم ورفعتوا راسنا واديتونا بطله. انا ببارك لك مره ثانيه وثالثه، وانقل تحياتي. الف مبروك لمصر كلها. الف مبروك، بشكرك شكرا جزيلا محمد، اخو بطلتنا المصريه ساره سمير. طيب